يا مساء الفل على كل اخواتي واصحابي في كل مكان. معاكم ايمي من اكلات بسيطه مع ايمي. النهارده هنعمل صينيه فراخ بالبطاطس بطريقه حلوه، تركات حلوه. انا هنا معايا فرخه غسلاها ومنضفاها بملح وليمون ودقيق، وزي ما انتم شايفين زي الفل. هعمل ايه بقى هنا للفرخه دي؟ اول حاجه انا بعملها للطيور كلها، بعمل حاجه اسمها مرته. ايه المرته دي يا ايمي؟ دي عباره عن بصلايه مفرومه، بحط عليها ملح وفلفل. طب حد يسألني انا المرتة دي بتعمل ايه في الفراخ يا ايمي او في اي طيور؟ بتشيل الزفارة وبتديها تيست حلو قوي 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 للطعم. طبعا اغلبية اخواتي وحبايبي عارفين كده. انا دي طبيعتي، بحب اعمل البطاطس الفراخ بنفس الطريقة كده، او اي طيور، سواء هتشويها سواء هتدخليها الفرن، بتدي تيست حلو قوي. تمام. انا هنا هحط الملح والفلفل على البصلايه، وهدعك بيهم الفراخ وبسيبها حوالي من ربع ساعة نص ساعة. ممكن تسيبيها من بالليل في التلاجة، مش هيجرى لها حاجة، بل بالعكس، كل ما تقعد في المرتة دي كل ما بتدي طعم حلو أوي، تست حلو أوي. بدعك بيها هنا الفراخ من بره ومن جوه زي ما انت هتشوفي معايا كده. الفرخة كلها بعملها بنفس الطريقة. انا بوريكي هنا ان انا بحط تحت الجلد وفوق الجلد، بشبع الفرخة كلها بالبصلة والفلفل والملح. وعايزه اقول لك بامانه بتدي تيست حلو قوي قوي. لو ما بتعمليش الحركه دي اعمليها في الفراخ والطيور كلها عامه، اذا كان حمام، اذا كان بط، اذا كان رومي، بتدي تيست حلو قوي. انا بحط هنا فوق الجلد وتحت اللحم زي ما انتم شايفين. انا هنا بس الفرخه كانت اللهم بارك كانت كبيره، فانا مجزئاها يعني كل الوركه قطع نصين، الصدر زي ما انت شايفه معايا كده. دي فرخه كامله، او ممكن وراك برضو حلوه، بتبقى حلوه قوي. وهنزل لكم وصفات حلوه قوي بالنسبه لطريقه الشوي، انا بعملها بكذا طريقه حلوه ان شاء الله، هنزلها لكم قريب. تمام. انا هنا آه، هخلصها زي ما انتم شايفين، وهسيبها حوالي من نص ساعه لساعه. وممكن تعملي الحركه دي وتسيبيها في التلاجة من بالليل، لو انت موظفه كمان اعمليها من بالليل وسيبيها، تدي تيست حلو قوي قوي قوي. تمام. هنا معايا بقى صينيه، هنعمل هنا البطاطس، هعمل كذا طريقه حلوه هتعجبك قوي. انا هنا بقطع بصلتين 3 حلوين. هنا بعمل زي ما انا اللي معايا متابعيني، انا بعمل البصل بحط تيست الاحمر على الابيض، بيدي تيست حلو قوي وطعم حلو قوي في الصواني. وهنا برضو انا ما بحبش افرم البصل اللي بعمله في الصواني والطواجن، بحب اقطعه بايدي، ما بحبش انزل ميه البصل، لان الفرم بتاع البصلايه بتنزل ميتها، لكن هنا بتبقى بحالها يعني. تمام. برضو انا بوري البنات الصغيره داخله المطبخ طريقه تقطيعي في البصل. انا بقطع البصل على ايدي مكعبات صغيره، بتدي تيست حلو لاي صواني، لاي طواجن. الفرن بينفع في المشويات بس، او التتبيلات اللي هنتبل بيها طيور، اذا كان فراخ او بط او حمام. تمام. معانا هنا بقى ايه؟ نقول التوابل. هنزل هنا بكام فص توم، حوالي 10 فصوص توم انا مقطعهم على ايدي. وبرده معلومه، الثوم انت بتحطيه فريش في الخلطه دي، بتدي تيست حلو قوي. معايا هنا كزبره، ملح، فلفل، بابريكا مدخنه، 7 بهارات. يبقى معلقه كزبره، معلقه ملح، معلقه فلفل، معلقه 7 بهارات. هنزل هنا بكام ورقه لورا، وهنزل هنا بقرنين فلفل سبايسي، ده اختياري بس بيدوا طعم وتست حلو قوي. وهنزل هنا بالبطاطس، كميه البطاطس اللي انت تحبيها على حسب برضو عدد افراد الاسره. تمام. وهنا هنزل بالطماطم انا مقطعها شرايح، وهقلب ده كله في قلب بعض.
زي ما انت شايفه. انا عايزه اقولك شكل الصينيه لوحدها تحفه كده. دي لو عملتيها حتى من غير ما تحطي فيها فراخ تحفه خفيفه. يبقى ورق اللورة ده مع التوابل، مع الملح والفلفل والكزبره والبابريكا المدخنه في المشويات، حلوه قوي قوي، بتدي تست عالي قوي. تمام. هنزل برضو بشويه ملح كده خفاف. وتعالي بقى نشوف هنعمل ايه في الفراخ. معايا هنا بولة صغيرة، هنزل بمعلقتين صلصة. دي اللي هدهن بيها الفراخ عشان تديني تست الشوي. وممكن تستعملي الخلطة دي في شوي حاجات كتير قوي، فراخ برضو، اللحوم، بس في الفراخ بتدي تست حلو قوي. هنزل هنا بفصين توم مفرومين، معلقتين صلصة، فصين توم مفريين. هنزل بقى هنا بنفس التوابل، بس هضيف حاجه صغيره، هضيف معلقه كركم. يبقى معلقه كركم، معلقه كزبره، معلقه صغيره 7 بهارات، معلقه فلفل اسود، معلقه بابريكا. تاني يبقى معلقه فلفل اسود، معلقه بابريكا، معلقه 7 بهارات، معلقه كزبره، والاضافه اللي هي هنضيفها على التوابل هي معلقه كركم، هتدي لون. وطبعا احنا عارفين ان الكركم مفيد جدا. تمام. حطينا الصلصه والتوابل وفص ثوم مفري. هنحط هنا حوالي معلقه خل كبيره. تمام. وهنحط معلقه زيت. تمام. وهقلب الخليط ده كله. هنزل بالملح، انا ما كنتش لسه نزلت بالملح. وهقلب الخليط ده كله وهدوقه بقى، لو محتاج ملح هحط. لازم برضو تظبطي الملح حسب الرغبه يعني. شايفين الخليط ده لوحده تحفه. التشريبه دي اللي بتتحط على الفراخ دي بتودي الفراخ في حته تانية بجد. جربي نفس الطريقه دي هتعجبك ان شاء الله. هنزل برضو، لقيتها محتاجه حبه خل وحبه زيت. وهتدوقي الخليط ده كله، شوفي برضو لو محتاج ملح هتحطي. انا لقيتها برضو محتاجه حبه زيت. وعلى فكره يعني هو الزيت مش كتير قوي يعني، لو حسبناها هتطلع معلقه ونص، مش كتير. ومش حاطين ماده دهنيه في الفراخ. انا دوقتها هنا تمام كده. هنجيب بقى الفراخ بتاعتنا. تمام. انا هعمل حاجه هنا، ركزي معايا فيها. اول حاجه هعملها هشيل من الفراخ التتبيله اللي انا حطيتها، اللي هي البصل. انا خدت منها النكهه بس، اللي هي ادتني تيست الفراخ، وفي نفس الوقت شالت لو في زفاره. هشيل منها البصل الزياده. ولو مش عايزه تشيلي منها البصل تمام، بس شيلي البصل علشان ما تحرقش مني اثناء التسويه. انا عايزه اوريكي هنا، بص الميه بتاعت البصل لونها عامل ازاي. بنضف البصل كله من الفراخ. تمام. بشيل اللي تحت الجلد واللي فوق الجلد، بخليها كاني ما حطيتلهاش المرته دي خالص او البصل ده. تمام. زي ما انت شايفه معايا كده. بامانه المرته دي بتدي تسكيره للفراخ بطريقه رهيبه. حتى لو فراخ بلدي بتديها تست حلو قوي. انا بعمل في كل الفراخ البلدي والفراخ البيضه بعمل فيها كده. ولو حمام برضو بعمل فيه كده، وهتشوفيه معايا في الفيديوهات ان شاء الله. عايزه اقولك شوفي شكلها حلو ازاي. زي ما انتوا شايفين كده، انا بفضي منها البصل. وزي ما انا قلت لكم قبل كده ان المرته دي حلوه جدا جدا. اعمليها وهتلاقي النتيجه وهتدعي لي بامانه. انا يعني انا طلعت، امي الله يرحمها كانت هي اللي معلمهاني. تمام. وامهاتنا طبعا كلها امهات زمان هم اللي كانوا بيعملوا التركايه دي.
ومفيش طبعا احلى من اكل زمان، كان بسيط جدا وكان بتبقى ريحته مفحفحه. احنا هنا بس عاملينها بطريقه حلوه وطريقه جميله، واي حد ممكن يعملها، اي بنوته صغيره ممكن تعمل المرته دي وتتعلمها. وطبعا الكلام ده للبنات اللي لسه داخله المطبخ جديد، انا كلامي كله للبنات الصغننه، انما كل حبايبي متابعيني طبعا اشطر واحسن طبعا مني بكتير. شايفين الميه اللي نازله، ميه البصل؟ تعالي بقى نشوف هنعمل ايه. طبعا انا فضيتها من التتبيله بتاعه المرته. هجيب بقى الخليط اللي انا عاملاه بالصلصه والثوم والتوابل والزيت والخل، وهدهن بيه الفراخ. هي دي اللي هتديني تست الشوي، وهتدي تسكيره لصينيه البطاطس. تمام. هعمل ايه بقى؟ همسك قطعه الفرخه زي ما انتم شايفين، هدهنها بره وجوه نفس ما عملت في البصل بتاع المرتة. بس هنا بقى التشريبه دي او الماده دي او الصلصه دي هتدي طعم، هتدي لون حلو قوي، يعني هتدي طعم ولون، لان طبعا حاطين فيها توابل وحاطين فيها بصل. ولو عندك ورق لورا مطحون وحبهان مطحون حطي، بس انا للاسف ما كانش متوفر عندي. شايفين شكلها؟ شايفين مجرد بس ما دهنتها بس بالخليط ده، بص عامله ازاي، جميله جدا، تفتح النفس، يعني شكلها مغري جدا. واعمليها بنفس التركات اللي انا عملتها دي، هتطلع معاكي جميله. عايزه اقولك بامانه كانت ريحتها مفحفحه في البيت كله وهي في الفرن. هنتن بره وجوه لغايه ما اخلص الفرخه كلها بنفس الطريقه. تمام. وممكن برضو تعمليها لو انت مش عايزه تحطي بطاطس او حاجه، ممكن بصلايه وفلفل، كام فلفل رومي على قرن سبايسي على فلفل الوان وكام بصلايه كده جوليان، وتدخليها الفرن بنفس التست ده، تبقى تحفه، تبقى تحفه زي ما انتم شايفين. عايزه اقول لكم يعني هي لوحدها كده تحفه تحفه بجد. وانتوا عارفين طبعا ان العين بتاكل قبل البق، هي منظرها بالتتبيله دي تحفه. جربيها هتعجبك جدا جدا. انا هنا هخلص الفرخه كلها بنفس الطريقه، واتفقنا لو عايزه تشويها بشويه يعني فلفل وبصل وتدخليها الفرن هتبقى تحفه خفيفه. ممكن تحطي خضار مشكل بدل البطاطس اللي انت حباه، يعني الخضار برضو كله فايده واكله خفيفه. يعني مش هقولك ان هي مثلا مسبكين لها عاملينها تسبيكه، لا، حاطين البطاطس زي ما انت شايفه والقوطه، ومش هتاخد منك وقت. وخلي بالك الصينيه دي تنفع في العزومات، تنفع لو مستعجله، لو انت عندك عزومه هتعمليها، يعني مش هتاخد وقت خالص، ما خدتش بامانه وقت مني. تمام. انا عايزه اوريكي بس منظر الصينيه، شكلها تحفه، متحطه على السفره كده، تحفه جدا. وزي ما بيقولوا العين بتاكل قبل البق، هي مغريه كمان. ولا الطعم كان روعه روعه روعه، بنفس التركات واللي انا حطاها، التوابل اللي انا حطاها امشي عليها وهتلاقي تست حلو قوي. ادي الصينيه اهي، هنمسح بس البواقي اللي جت على الصينيه من فوق عشان ما تدينيش طبقه حروقه واحنا بنسويها. شايفين منظرها تحفه ازاي؟ بامانه كانت تحفه تحفه تحفه، وجربيها يعني هتعجبك جدا وخفيفه، وهتشوفيها معايا في اخر الفيديو شكلها عامل ازاي. هعمل هنا بقى ايه، هغلفها بورق، هلفها هنا برضو بورق حراري ونقفلها حلو، عشان طبعا هنعتمد على البخار في التسوية. شايفين شكلها حلو ازاي؟ تحفة. تمام. قبل ما الفها بورق حراري، لو عندك ورق الزبدة لفيها الاول بورق الزبدة. طبعا نسيت اقول لكم ان احنا هنحط الزيت، هحط حبة زيت من على الوش عشان تدي للفراخ تحميرة حلوة لما اجي احطها تحت الشواية. شايفين منظرها؟ تحفة.
بامانه تحفه. يعني معلقتين زيت من على الوش كده، ما تكتريش. طبعا الفراخ بتنزل الدهون بتاعتها، بتبقى منها فيها بتبقى تيست حلوه قوي. تمام. هنا هغلفها بقى، شايفين منظرها الاول. هنغلفها بورق الورق الحراري، بس غلفيها يعني احكميها بالورق الحراري عشان هي دي اللي هنعتمد عليها في التسويه. زي ما انتم شايفين معايا كده. غلفي الصينيه واقفلي الورق عليها جامد. ورقه او اتنين يعني مش مشكله. وزي ما انا قلت لك لو عندك ورق زبده حطيه، بس قبل ما تحطيه تدهنيه زيت، يا ترشيه بميه خفيفه كده وكرمشيه وافرديه تاني عشان ما يتحرقش اثناء ما هو في الفرن، او ما يلزقش في الفراخ. هدخلها على حراره 200 لمده ساعه الا ربع على الصاجه، مش على الرف، على الصاجه لمده ساعه الا ربع. وبعد كده بهدي النار ل 160 او 170 واطلعها على الرف لمده برضو نص ساعه. وبعد كده بشيل الورق الحراري واديها يعني تحت الشوايه حوالي 10 دقايق، هتشوفيها معايا بعد ما اطلعها من الفرن. الله على الجمال، الله على الجمال، الله على الجمال، الله على الجمال عليك يا ايمي. فراخ بتتكلم لوحدها على الجمال والحلاوه ولا الريحه. نفسي تشموا الريحه معايا. حرفيا كانت قلب الشقه بامانه. ريحتها جميله وبطريقه حلوه قوي. شايفين الفراخ وجمالها، شايفين حلاوتها وشكلها الجميل بجد والله من غير حلفان. تحفه تحفه تحفه. جربيها بنفس الطريقه دي هتعجبك جدا. شايفين شكلها، شايفين منظرها، هي بتتكلم عن نفسها. تحفه 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 بامانه. تعالوا بقى هنا نطلع ونشوف البطاطس استوت ازاي ونشوف الفراخ مع بعض. بصي منظرها، شايفه البطاطس بتزغرط في قلب مع الفراخ. تعالي نشوف بقى هنا البطاطس استوت ازاي. دايبه دوب، عباره عن زبده مش بطاطس بجد. شايفين دايبه ازاي. تعالي نشوف بقى الفراخ. شفتوا ده الفراخ دايبه ازاي. بدي ادوق. تحفه 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 تحفه. لو عجبك الفيديو ما تنسيش في لايك وشير وسبسكرايب للقناه. سلام، باي باي.